ذئاب. فريد شوقي. سميحة أيوب. ذئاب. ورجال ورجال ورجال. بالاشتراك مع سعد أردش وكمال حسين. ذئاب ورجال، حلقات من تأليف المقدم بهاء الدين إبراهيم، إخراج أحمد حجازي. يا عم والنبي يا عم. ايه في ايه يا ست؟ ما تعرفش والنبي العيادة بتاعت حكيم الصحة المغص هيقطع مصاريني نوبك سواد. تمسكي الشارع ده على طول لحد البناية اللي على اليمين قدامها الزقاق، تدخلي فيه وتسألي هناك. ينوبك سواد تيجي معايا، ربنا ما يرقد لك جتة في الارض. بس انا متغفر هنا وما اقدرش اسيب الحتة. هو ما فيش رحمة يا اخواتي؟ حتى الغريب مش لاقي اللي يدله. يعني المغص هيقتلني يا ستي لما توصلي الزقاق اللي قدام البناية هتدخلي بيه على يمين. ينوبك سواب، وصلني بس الاول للزقاق، يعني اقدر اخبط في العجمة وانا بالشكل ده. حاضر يا ستي. ارد باب العش واجي معاك. ربنا ما يرقد لك جتة في الارض. الو. ايوه انا معاون المباحث. فين الليله؟ مين اللي بيتكلم؟ مين اللي بيتكلم؟ الو الو يا شاويش عبد التواب. افندم. اسمع افندم، في واحد كلمني دلوقتي في التليفون بيقول لي ان في تجار مخدرات هيسلموا بضاعه عند سيدي مرزوق. امتى يا فندم؟ الليله الساعه 2 الصبح. ما قالش اسمه يا فندم؟ لا ما رضاش. دي عالم بتتسلى يا فندم. هو في عندنا تجار مخدرات في المركز؟ واشمعنى يعني هيسلموها هناك؟ نشوف برضو ما يجراش حاجه. انت طالع دوريه الليله؟ ايوه يا فندم. طيب هات اورنيك الدوريه اعدل لك خط السير علشان تمر في المنطقه دي الساعه 2. حاضر يا فندم. لو لقيت اي حاجه بلغني على طول. حاضر يا فندم. لسه قدامنا كتير. احنا فحتنا غير متر ونص. طب همتك شوية. يعني كان لازم تحط المجوهرات 3 متر تحت. لو خليتهم حتى على الوش كان جرى ايه؟ هو ده وقت الكلام، ما تشتغل بالراحة بالراحة، ما تعملش صوت. ما تخافش من حاجة، الغفير متبنج 24 قيراط. احسن يكون ما شربش الشاي. لا يطمن، انا شايفه وهو بيشربه. يا خبر اسود، ايه اللي جاي هناك ده؟ الله، دي باين دورية سواري. يلا نهرب على طول. اهرب انت وانا هحصلك. يلا معايا ما تضيعش وقت. لازم نردم اللي فحتناه، لو حد لقاها كده يمكن يكمل فحت ويطلع الحاجة. طب اردم بسرعة وحصلنا على طول. يلا. مين هناك؟ انت مين هناك؟ وقف عندك، انا هضرب بالنار. ما تضربش ما تضربش، انا وقفت اهو وقفت اهو. والله وقعت يا ابو حلقه. مش قلت لك انك انت مش هتستر رقعتك؟ مظلوم والله العظيم. بتشتغل في المخدرات دلوقتي وانا اقول الفلوس جات لك منين؟ فتشني واذا لقيت معايا حاجه يبقى لك كلام. امال ايه اللي وداك عند سيدي مرزوق؟ اما انا قلت لسيادتك انا واخد عهد على سيدي مرزوق ولازم ازوره كل يوم. شلاه يا سيدي مرزوق. كنت بتعمل ايه هناك؟ ها انت؟ رايح اصلي الفجر الساعه 2 الصبح. اذا كان سيدي مرزوق بيقفل من العيشه لحد الفجر، ما انا قلت اقرا كام ورد قدام المقام لحد اذان الفجر ادخل اصلي كده. طب وايه اللي خلاك جريت لما الدوريه نادت عليك؟ خفت حضرتك تفتكر في حاجه واللي حسبته لقيته. يعني مش عايز تقول كنت هناك بتعمل ايه؟ بقى لما الواحد يتوب ويمشي بما يرضي الله محدش يصدقه. مفيش فايده من الكلام ده. طب انا من يوم ما جيت المركز حصلت سرقه واحده. ما انت نقلت على المخدرات. كنت مستني مين هناك؟ احلق بيه بس علشان تصدقني. يا ابو حلقه ما تتعبش روحك وتتعبني معاك. والله ما في غير كده. كنت رايح اصلي الفجر. طب يلا بينا. على فين؟ نعمل معاينه في الحته اللي اتمسكت فيها. ولزموا ايه التعب؟ يمكن تكون مخبي المخدرات هنا ولا هنا. ربنا بقى هو اللي يتولانا. انا كنت قاصد وجهه وانا عارف انه مش هيسيبني. الحته دي شكلها كده ليه؟ ولا حاجه. دي مفحوته ومردومه قريب. ما هو بتوع المشروع بيفحتوا في كل حته شويه عشان يشوفوا الارض بتاعت الترعه. يا ريس علي. ايوه حاطط معاهم. انتوا فحتوا الحته دي قبل كده؟ لا ما فحتناش هنا، احنا فحتنا قدام وفي الناحيه اللي هناك دي. ايه رايك يا ابو حلقه؟ وانا هفحت هنا ليه؟ ما هو ده اللي انا هعرفه دلوقتي. والله العظيم ما في داعي لده كله. يا ريس علي. ايوه
شوف لي حد من العمال يفحت هنا. لو بس تصدقني مرة واحدة. يا زيني يا سعد، هاتوا الفوس وشوفوا حضرة معاون عايز ايه. افحتوا لي هنا مطرح الفحت ده لغاية تحت خالص. اهو مفيش حاجة. معلش افحتوا لنا كمان شوية. ده احنا غوطنا يجي 1.5 متر، والحتة اللي بعد كده جامدة ما اتفحتتش قبل كده. وماله، خلينا شوية كمان. طب يلا يا رجالة، ده احنا وصلنا 200 اهو. معلش نفحت كمان. والله العظيم التعب ده ماله لزوم. ما هو انا مش هسكت غير اما اعرف السر اللي خلاك فحت في الحتة دي. طب انا هقول لك، مفيش داعي بس تتعب الناس. فحت هنا ليه؟ اتكلم. انا هعترف بكل حاجة. مفيش فايدة، ربنا عايز كده. المخدرات وديتها فين؟ الحكاية ما فيهاش مخدرات من اصله، هو انا بتاع مخدرات برضو؟ امال ايه؟ ما تتكلم. الصراحة بقى انا كنت ناوي اسرق سيدي مرزوق تاني يوم المولد بتاعه. شلها يا سيدي مرزوق كده. اشمعنى تاني يوم؟ يكون صندوق الندور مليان، تبقى خبطة تستاهل. انت هترجع تلف وتدور تاني؟ وكتاب الله زي ما بقول لك كده، هو انا هعترف على نفسي بسرقة ظلم؟ ده انا عندي 15 سابقة، يعني اروح في داهية؟ ولما انت ناوي تسرق سيدي مرزوق تفحت قدامه ليه؟ الصراحة بقى انا كنت ناوي ناوي ايه؟ افحت حفرة صغيرة كده، يعني عشان عشان ايه؟ عشان اشيل فيها صندوق الندور. يعني كنت هتسرق صندوق الندور. وتفتكر يعني ما كانش حد هيكشفك؟ العمال بتفحت كتير علشان المشروع، وقلت ما حدش هياخد باله. وفحت الشوية دول امتى؟ قبل الفجر ما يدن. شلها يا سيدي مرزوق كده. وبعدين يا اخوي؟ بكره كنت ناوي اجيب بقى حته خشب واغطي الحفره. ومين بيشتغل معاك؟ لوحدي والله، انا طول عمري اشتغل لوحدي وحضرتك عارف. وما سرقتش سيدي مرزوق قبل كده؟ هو صندوق الندور فيه ايه دلوقتي؟ جنيه ولا 2؟ كنت مستني تاني يوم المولد. يعني انت معترف انك بتعمل حفرة علشان تسرق سيدي مرزوق وتخبي فيها صندوق الندور؟ امر الله، بس والله العظيم كنت ناوي ارجع الفلوس لما ربنا سهل لي. ايه رايك يا عطل معاهم؟ ادينا وصلنا 2.5 مفيش حاجة، الارض جامدة. طب خلاص يا ريس علي، اردموا الحفرة تاني لحسن حد يقع فيها. اهلا وسهلا. اهلا نورت وسهلا. النادي يا باشمهندس. الف شكر يا استاذ مسعود. ويا ترى اخبار المشروع ايه؟ كله خير الحمد لله، الشغل ماشي كويس. دي البلد كلها بتدعي لك دعاء وحاطه جميلك ده في عينيها. انا ما عملتش حاجه، الناس هي اللي مشت المشروع بعد ما كان هيقف. دول لما شافوا الشغل ابتدى ما كانوش مصدقين، بقوا يباركوا لبعضهم في الشوارع وفي الغيطان. ان شاء الله يتم على خير. الناس عايزاه قوي ومعلقه املها عليه. عايزاه وبتضحي علشانه، وهو ده المهم. واحد زي شرقاوي عنده جاموستين يبيع واحده ويدي فلوسها للمشروع. فعلا، والناس وقفت جنب المشروع وصمموا عليه، لولا كده ما كانش حد يقدر يعمل لهم اي حاجه. يا ست رسمية، يا ست رسمية. امي مش هنا، خرجت مشوار. وشربات لسه ما جاتش. زمانها جاي، ربنا يعينها. يعني تسيب اخوها عيان ومرمي بالشكل ده؟ انت عاوز حاجه اجيبها لك؟ خليكي في مذاكرتك يا عواطف، ربنا يكون في عونك. والنبي قولوا النبي عاوز ايه؟ لا ما فيش حاجة. هو انا يعني مش زي شربات؟ افرض ان اختك الصغيره. لو بس شوية مية قبل ريقي شوية. اخصى عليك يا استاذ سعيد، يعني دي حاجات كبيرة قوي. انا حمل تقيل، ربنا يتوب عليا بقى، يا بالشفا يا بالموت. بعد الشر عنك. اتفضل القلة. يا سلام يا عواطف، انت أميرة قوي. يعني هي دي شغلانة؟ والنبي اي حاجة تعوزها تبقى تنادي عليا. ايه اللي في ايدك ده؟ ده كتاب الهندسة. الأبلة مديانة واجب نعمله النهاردة. وريني كده. يا سلام، فين ايام زمان. هو الكتاب ده كان مقرر عليكم واحنا في تانية ثانوي؟ وكنت بتحل المسائل دي؟ ده انا كنت اشطر واحد في الرياضة. ازاي بس؟ دي اتقل حاجة في العلوم كلها. طب ايه اللي انت مش فاهماه؟ اهي المسألة دي. دي سهلة قوي. اديني القلم. اتفضلي يا ستي. ياه،
بسرعة كده؟ دي حاجة بسيطة. يبقى أنا اللي غبية. لا أبدا. بس يمكن المدرس ما شرحش القاعدة كويس. أي حاجة تعوزيها أنا مستعد. يعني هتعبك وأنت يعني عيان كده؟ زي ما بتعبك عشان نبقى خالصين. أنت خلصت الثانوي؟ وقعدت سنة في كلية الهندسة. يا خسارة. وإيه اللي طلعك منها؟ العيا اللي جالي ده يا عواطف. عندك من زمان؟ يمكن 10 سنين دلوقتي. والدكاترة قالوا لك إيه؟ غلبت والله، ما فيش فايدة. حاطين لي الجبس والربطة اللي حوالين رجليا واديني عايش. طب إيه رأيك تزور سيدي مرزوق وتدعي لربنا؟ والنبي ده سر وباتع. وانا قادر احط رجليا في الارض. طب بص حتى من الطاقة دي، بص وتضرع على ربنا وانت متجه لسيدي مرزوق. ما اقدرش يا عواطف. ده 5 خطوات. يا ريت. طب يلا انا هسندك بس. لا 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 لا. والنبي هات ايدك. انت ناقصة يا عواطف، ما كفاية تعبك معايا. والنبي لا انت قايم لحد الطاقة عشان يبقى سيدي مرزوق قدامك كأنك زرته بالظبط. لزومه ايه التعب بس؟ ده سر وباتع عمره ما كسف حد. نقرا له الفاتحة سوا. يلا هاي هات ايدك. يا ساتر يا ساتر. على مهلك. اسند عليا ما يلا على مهلك. على مهلك. أبلة شربات. أبلة مستصغرة روحك قوي كده ليه؟ انت رايح فين؟ بسنده عشان نوصل للطاقة اللي في الحوش. ليه؟ ناوي يرمي نفسه؟ حرام عليكي ما تقوليش كده. اوعي كده بلاش مسخرة. اي جرى ايه؟ جرى ايه بس يا شربات؟ انت مالك النهارده؟ مش عارف مالي يا سعيد. ما حصلش حاجة للزعل ده كله. انت برضه يا بنت لسه ماسكاه. ما هو انا لو سبته هيقع. اوعي كده وانا اللي هرجعه الأوضة. طب ما توديه لحد الطاقة يقرا الفاتحة لسيدي مرزوق. مالكيش دعوة انت. روحي شوفي مذاكرتك بدل امك ما ترجع تقول بنعطلك. طبعا اذنك. يلا يا اخويا يلا على الأوضة. ايه اللي انت عملتيه ده بس يا شربات؟ بعدك ذاتها برضه. كمان لك عين تتكلم. هو حصل حاجة؟ انا مش فاهم انت زعلانة ليه. لما ندخل اوضتنا ونقفل بابنا هبقى افهمك. مبروك يا شرقاوي، ألف مبروك. خير؟ النهارده فحطوا 8 متر في الترعة. مين اللي قال كده؟ أنا جاي من هناك دلوقتي. 8 متر. إذا كانوا امبارح فاحتين 10 يبقى النهارده يفحتوا 8. هما بيزودوا ولا ينقصوا؟ أهو يوم كده ويوم كده. بس المهم الشغل ماشي. بس كنا عايزينهم يخلصوها بدري شوية عشان نلحق نزرع رز السنة. بناقص السنة يا شرقاوي، الأيام جاية وبكرة تعوض البهايم اللي اتباعت. وانا على البهايم بس احنا استنينا كتير. فات الكتير ما بقى الا القليل. النيابة افرجت عن ابو حلقة بكفالة. والله الراجل ده ما حقه يطلع من السجن. يعني هيحبسوه على طول؟ ما هي قضية شروع في سرقة. وهو يعني هيبطل؟ انا عارف ايه اللي كان جابه في البلد تاني. انا تهيالي انه ناوي يخبط خبطة ويطفش من البلد، ولازم بقى احنا نصحى له كويس قوي. انا حطيت 2 مخبرين يلاحظوه. طب احنا ليه ما نحطش حراسة عند سيدي مرزوق؟ بقى معقول هيرجع يسرق تاني؟ انا اصلي عارف ابو حلقة كويس، ما دام حط في دماغه حاجة مش هيسيبها. احنا احتياطي برضه نحط 1 ولا 2 هناك اللي تشوفه. بس انا بيتهيألي انه ما يعملهاش بعد كده. الشغل دلوقتي ماشي في المشروع وكلها كام يوم ويبتدي مول سيدي مرزوق. اهي تنفع الحراسة، ان ما كانش عشان ابو حلقة نراقب الحالة. ايه يا ريس، اخباركم ايه؟ الشغل ماشي عال. مش باين. ليه بس يا باشمهندس؟ ما احنا ابتدينا من عزبة رستم وخلصنا 28 متر اهو. مش كفايه، احنا متفقين كل يوم 12 متر على الاقل. الظروف احيانا تحكم يا باشمهندس. طب ما هو الريس جات شغال عال في الناحيه القبليه وخلص حوالي 4 متر. اصله ابتدى قبلنا بيوم. والريس سمهان برضه ماشي كويس. ان شاء الله هتنبسط، بس هي في الاول كده شويه. اسمع، انا عايز ال3 مناطق يخلصوا مع بعض. المنطقه لما بتتعطل بتاخر المشروع كله. العمال بتشتغل على اخر جهدها يا باشمهندس. يبقى تزود العمال شويه. حاضر، بس سيادتك اطمن. حاضر مش كفايه، انا عايز اشوف عمل بيتم. سيادتك هتستلم المقطوعيه بتاعتي بعد 1.5 شهر بالظبط زي العقد تمام،
بالطريقه اللي انت ماشي بيها دي مش هتخلص ولا بعد 3 شهور. هشوف عمال من البلد هنا وابعت اجيب من الضفه الثانيه اللي حوالينا. يعني هتوصل للحديده اللي هناك دي امتى؟ بعد بكره ان شاء الله اخر النهار. لا يا سيدي ده بعيد قوي. ما احنا هنعوض التاخير شويه شويه. امتى بس يا ريس؟ امتى بس؟ الوقت بيسرقنا. خد وعد مني، بعد 4 ايام بالظبط هنكون بنفحت قدام سيدي مرزوق. برنس مبسوط قوي من الحركه اللي انت عملتها. اعمل ايه؟ قلت اخد 6 اشهر بدل ما تروح المجوهرات. بس يعني الظابط ما شكش في حاجه. عيب، ده انا لبستها له تمام. عفارم عليك، رخر البرنس مطلعك فوق، بقيت لك دول بره الحساب 50 جنيه. 50 جنيه؟ حلوين، هم مش 5 ايام في التخشيبه، اليوم ب10 جنيه. المهم دلوقتي هنجيب المجوهرات ازاي؟ مش هنجيبها دلوقتي. الله، دي كلها كام يوم ويفحتوا عليها. البرنس بيقول محدش يروح ناحيه هناك. ازاي بقى؟ هو صاحب المصلحه ويعرف مصلحته فين. بس الترعه قربت قوي على الحته بتاعتنا، انت ما قلتلوش؟ قلت له، لما هو له نظريه تانية. نظريه ايه بس؟ والله الحاجه باينها هتروح. المخبرين هناك رايحين جايين، شددوا الحراسه بعد الحكايه بتاعتك. هنتصرف معاهم، نعمل تدبيره المره دي ما تخرش الميه. ما تقدرش تحكم العمليه دلوقتي، الرجل هناك كترت وعمال المشروع بتبات جنب منك. هو مفيش غير كده، لازم نحاول مره واتنين. بنقول لا، البرنس مش عايز. خلاص على كيفه، بس انا يعني هاخد فلوسي كده ولا كده؟ انت زعلان ليه؟ واحنا نقدر نجيبهم دلوقتي؟ ما انت عارف الحته ملغامه. الله، اما نقف نتفرج لحد ما ياخدوهم قدام عينينا؟ نظريه البرنس ان احنا ما نروحش نجيب الحاجات دي غير واحنا ضامنينها 1000%. يبقى مش هنجيبها. ما هو احنا لو كشفنا تاني هناك تبقى المجوهرات ضاعت على طول. الله، مش جايز ما نتكشف يا ابو حلقه، ابص لقدام. المره دي الظابط فحت 2.5 متر، لو انظبطنا بعد كده هيفضل يفحت لحد ما يطلعهم، ولا ايه؟ طب والحل؟ نعطل الشغل في المشروع اسبوع 2 شهر لحد ما نلاقي فرصة ونجيب الحاجة. ايوه، بس هنعطل الشغل ازاي؟ بالكلام، بالاشاعات، لحد العمال ما تسيب هناك ويتوقف المشروع. بقى الكلام هيعطل شغل؟ يعطلوا ويخربوا كمان. هو في وقت يا زفتاوي؟ ما احنا نبتدي من الليلة، انت في القهوة وشربات في البيوت وانا مع العمال اللي في المشروع. انا خايف بس الوقت يسرقنا وما نجيبش نتيجة. الاشاعات مضمونة 100%. البرنس عارف شغله وبيوزن كل حاجة تمام. اللي تشوفه يا زفتاوي. مش بدل ما نروح هناك نتمسك ونضيع الحاجة. والله البرنس أدرى. حاجة المضمونة احسن من خاطر. دي مجوهرات ب100,000 جنيه. ها قلت ايه؟ هو انا يعني عايز ادخل السجن؟ ما انا عارف لو اتمسكت هناك المرة دي مش هطلع، وتبقى ضيعت الشغلانة بحالها. دي بقى نظرية البرنس. خلاص انا موافق، بس ايه بقى الاشاعات اللي هتوقف المشروع؟ انا اقول لك نعمل ايه. ادي احنا قاعدين معاكم شهرين كمان يا شربات. ربنا يغنمكم السلامة انت وسيدي الباشمهندس، علشان تنبسطوا. اهو عماد مش هيمشي غير لما يخلص المشروع. يعلم ربنا ليل ونهار بدعيله، ربنا يحرسه وينجيه من الشدة اللي هو فيها. شدة ايه يا شربات؟ الحمد لله المشروع ماشي كويس. بس ربنا يجيب العواقب سليمة. هو انت سمعتي حاجة جديدة؟ يا ريت سيدي كان سافر، انا عارفة ايه اللي قعدكوا تاني. في ايه يا شربات؟ ولا حاجة يا ستي. انت عايزة تخبي عليا؟ اخسى عليك. اصل سيدي مرزوق زعلان قوي من اللي بيعمله الباشمهندس. وهو عماد بيعمل ايه زعل سيدي مرزوق؟ المشروع يا ستي مش هيفحتوا قدام المقام. سماح والنبي يا سيدي مرزوق، والنبي سماح. ودي فيها ايه يا شربات؟ دي كبيرة قوي، ربنا يسلم، والنبي تلطف بسيدي الباشمهندس، حلفتك بالنبي ما تيجي ناحيته. ما تصدقيش كلام الناس الجهلة دول. هو سيدي مرزوق هيكره الخير للبلد؟ دي المية هتعدي قدامه على طول، وكل شوية تنشع على عظم التربة، والنبي الباشمهندس ما يقصد ولا يعرف سماح النوبة يا سيدي مرزوق، والنبي سماح. المية مش هتنشع ولا حاجة، ما تخافيش. والنبي يا ست انا سمعت ان كل ليلة يطلع في الضلمة ويزعق ويقول ما تفحتوش قدامي. انت برضو بتصدقي الكلام ده؟ دول ناس شافوه بعينيهم لابس ابيض فابيض. انا خايفة والنبي قوي على سيدي، خايفة على سيدي الباشمهندس سماح والنبي يا سيدي مرزوق، طالبة منك السماح. احنا ما بنعملش حاجة تغضب ربنا. حكيم سيدي مرزوق سره باتع، دول بيقولوا كان جه مأمور في البلد هنا ولغى المولد بتاعه. وبعدين؟ مش عايزه افسر في وشك، والنبي ما تعمل في سيدي حاجه، ده راجل طيب وبيصلي الفرض بفرضه. ما تحطيش في بالك يا شربات،
الناس بتألف الكلام. هو واحد ولا اتنين ولا تلاتة اللي بيقولوا الكلام ده؟ دي البلد كلها خايفة على الباشمهندس. يعني تفتكري يعمل ايه؟ يا ريت والنبي يسيب المشروع ويرجع على مصر. وده معقول؟ طيب يروح يستسمح بس سيدي مرزوق، وبعدين يبقى يغير الترعة بدل ما تمشي من قدام المقام، يشوف له حتة تانية. ما يقدرش يا شربات. كلميه والنبي يا ستي، حاكم سيدي الباشمهندس غالي قوي عندي. طيب يا شربات، متشكرة خالص. ربنا يكتب له السلامة ويبعد عنه غضب الأولياء الصالحين. انت طيبة قوي يا شربات، بتصدقي كل حاجة تسمعيها. اخبارك ايه يا شربات؟ البلد مقلوبة على عفريت سيدي مرزوق. والمشروع عامل ايه؟ الشغل تعبان قوي، كل يوم كانوا بيفحتوا 10 امتار، النهاردة ما بيكملوش متر ولا 2 في اليوم. يعني قدامهم مدة على ما يوصلوا للمجوهرات. ويمكن ما يوصلوش خالص، دول مش لاقين حد يشتغل هناك. احنا مش عايزين العمال توصل للمجوهرات ولا ابو حلقة كمان. قصدك ايه؟ بقى احنا يعني جايين من اخر الدنيا نترمي في الخرابة دي عشان نطلع من المولد بلا حمص؟ ما احنا هنقبض 3000 جنيه وشوية، وجايز نخلص من الزفتاوي يبقوا 10,000 جنيه بيني وبينك وابو حلقة. بقى نسيب 100,000 جنيه ونمسك في الملاليم؟ ما انا قلت لك يا سعيد، لا احنا هنقدر نجيب المجوهرات ولا هنعرف نبيعها لو جبناها. نقدر نجيبها. وافرض حتى جبناها، نعمل بيها ايه؟ دي المباحث قلبة الدنيا عليها. ندفنها في حتة تانية سنة ولا 2، هيجرى ايه؟ والبرنس وابو حلقة ايه الحكاية؟ اه؟ ابو حلقة لف دماغك ولا ايه؟ هو مين ده؟ ده انا شربان. امال مالك؟ شايفك كده زي اللي ملكيش غرض. ربنا عرفوه بالعقل. بقى انت كده وانت مربط هتعرف تطلع تجيب المجوهرات؟ اعرف ونص، بس ملكيش دعوة. دي 3 متر تحت الارض، عايزة 2 ولا 3 رجالة يفحتوا 4-5 ساعات. المهم انت عرفت المجوهرات مدفونة في انهي حتة بالظبط؟ ما انا شفت ابو حلقة ليلة ما كان بيفحت عليها. يبقى سيبي لي الباقي. كان غيرك اشطر، ده المخبرين هناك رايحين جايين، والرجل ما بتتقطعش ليل ولا نهار. امال ازاي البرنس هيجيب؟ ما هو رخر ما عرفش. امال احنا بنوقف المشروع ليه؟ على العموم احنا مصلحتنا ان المشروع يقف دلوقتي، خليكي معاهم في الحكايات دي. وبعد كده نتصرف لوحدينا، نشوف فرصة ونخبط الحاجة ندفنها في حتة تانية. الطمع يقل ما جامع. ما تخافيش، انا بعمل حسابي كويس. ربنا يستر. انت بس خليكي في سكتك، عايز ابو حلقة يبقى في صباعك زي الخاتم. من ناحية دي اطمن، وحسبي على روحك. مش على رأي المثل تجي يصيده يصيدك. حاسب انت على روحك من البت عواطف اللي كل شوية تنطلك. انت لسه هتجيبي سيرة الموضوع ده تاني؟ بنبهك علشان تاخد بالك، الشغلانة اللي احنا بنعملها انا وانت وبس، فاهم يعني ايه؟ لو حد دخل بينا ما تخافيش، هو انا ليا غير اختي حبيبتي. اهلا اهلا استاذ سيد. اهلا بيك يا حضرة المعاون. عاش من شافك يا اخي. ايه انت مخاصم المركز ولا ايه؟ غصب عني والله، اديك شايف الظروف. وايه حكايه عفريت سيدي مرزوق اللي بيطلع كل ليله ده؟ صح الكلام ده، بيطلع فعلا. بقى انت اللي بتقول كده؟ يبقى بقيه الناس معذورين بقى. انا في الاول ما كنتش مصدق، فاكرها اشاعات من اللي بيطلعوها على المشروع. وبعدين امبارح بعت 2 فراشين من المدرسه عشان يباتوا هناك عند سيدي مرزوق، شافوا العفريت بعينيهم، وده اللي خلاني جيت لك النهارده. اهو البوليس بقى له في كل حاجه الى العفاريت. كان حقك تروح لحد من المشايخ يربطهم ولا يصرفهم. هو يعني عفريت بالصحيح اللي بيطلع هناك؟ الله، ما انت بتقول اهو. قصدي واحد عامل عفريت بيلبس ابيض ويطلع من قلب الذره كل ليله يتكلم كلمتين ويهرب. يعني محدش عارف يكشفه؟ الدنيا ضلمه والناس حاطه في مخها ان في عفريت. ساعه ما يطلع كل واحد يتسمر في حتته. والله دي حكايه ظريفه قوي. الموضوع ده ما عادش يتسكت عليه، المشروع وقف خلاص ومحدش راضي يشتغل فيه. طب انت والجماعه المتعلمين اللي في البلد ما حاولتوش تقنعوا الناس؟ انا ما بهمتش طول النهار والله، اطلع من المدرسه على القهوه، على الغيط، على النادي. لازم اكتر من واحد يشتغل في الموضوع ده. معايا ناس كتير، المدرسين زمايلي والشيخ فاضل خطيب الجامع والمشرف الزراعي الله، والنتيجه؟ مفيش نتيجه، عشان الشبح ده موجود فعلا. الناس تصدق اللي تشوفه بعينيها اكتر من اللي تسمعه بودانها. طيب وتفتكر ايه الحل دلوقتي؟ العفريت ده لازم يتمسك، غير كده يبقى المشروع مش هيمشي.
هو بيظهر فين بالظبط؟ في الغيطان اللي حوالين سيدي مرزوق بعد العشاء بشويه. يظهر دور هنا ودور هنا، انما في نفس المنطقه. يعني لازم نحاصر الحته كلها. هنحتاج لقوات كتيره، خصوصا الدور عالي في الغيطان. ما هي كمان حاجه تستاهل. ده المشروع وقف خالص بعد الناس ما دفعت فيه دم قلبها. انا مش متاخر، بس انا خايف لما العفريت يحس بالبوليس هناك ما يظهرش خالص. زي بعضه، مش ضروري نمسكه، بس المهم ما يطلعش. ما هو هيستنى كام يوم لحد ما نسحب القوه ويطلع تاني، يبقى ما عملناش حاجه. طيب وايه الحل؟ انا عارف منطقه سيدي مرزوق دي جرالها ايه. من كام يوم ظبطت ابو حلقه بيسرق هناك. ما هو في ناس مش عايزه المشروع ده يتم باي شكل. يكونش ابو حلقه اللي بيعمل كده؟ الله اعلم. جايز قوي. انا حاسس انه ناوي على حاجه في المنطقه اللي هناك. سيادتك ما تراقبه. ديك النهار برضه سمعته بيتكلم على المشروع ويشنع عليه. انا مش سايبه، عامل عليه ملاحظه مستمره. يا شاويش سليمان، يا سليمان. فندم. مين اللي بيلاحظ ابو حلقه الاسبوع ده؟ انا يا فندم. اخباره ايه؟ مفيش جديد يا فندم. يعني ما بيطلعش بالليل كده نواحي سيدي مرزوق؟ امبارح مريت عليه كذا مره للساعه 2 بالليل، كان في القهوه وحتى زعقت له عشان يقفل. يبقى مش هو. الشبح ده بيظهر بعد العشاء بساعتين 3 بالكتير. لا مش هو يا فندم. اول امبارح برضه كان في القهوه للساعه 2 الصبح ما سابهاش. غريبه قوي. انت متاكد؟ متاكد طبعا. طيب خلاص يا سليمان. ها، وايه الحل دلوقتي؟ انت من ناحيتك بقى تفهم الناس قد ما تقدر، وانا هبيت هناك 4 مخبرين كل ليله. ده عال قوي. احنا متشكرين يا حضرة المعاون. ده واجب يا استاذ سيد. طيب عن اذنك. طيب نبقى نتصل ببعض على طول. طبعا. مع السلامه يا استاذ سيد. الله يسلمك. بقى عايز نقرا فتحة بنتي والبلد بالشكل ده. هو فيها ايه يعني؟ بقى مش عارف فيها ايه. المشروع اللي متعطل بقاله كام يوم. وهو المشروع هيأذيك في ايه؟ ده انت تاجر قماش. وده كلام برضه، وانا مش في البلد يعني. السلام عليكم يا رجال. اهو الاستاذ سيد جه اهو، نحكمه في الموضوع. خير يا عبد التواب؟ محروس عايز نقرا فتحة بنتي لابنه، بقى يخلصك البلد تبقى في الحال ده وانا اعمل حاجه زي دي. وفيها ايه يا اخي؟ الجواز له حرام ولا عيب؟ قول له والنبي يا استاذ سيد. ده الناس مش قادره تبص في وش بعضها. المشروع اللي حطت فيه دم قلبها متعطل اهو. وتفتكر الزعل هيمشي المشروع؟ المشروع عايز الرجاله اللي تقف وراه وتصمم عليه. اهو كده الكلام. في ناس مش عايزاه يمشي. لازم احنا نصمد ونشتغل ونفسد ترتيباتهم دي واحده ورا التانيه. هنعمل ايه اكتر من اللي بنعمله؟ ده لسه المشوار طويل. دي مش اول حاجه ولا اخر حاجه هيعطلوها. هما بيحاربونا واحنا بنحاربهم. اللي يصبر اكتر هو اللي هيكسب. هما مين دول يا سيد افندي؟ ناس مش عايزه مصلحه المنطقه دي كلها. ده اللي اقدر اقوله لحد دلوقتي. يعني انت شايف لو قريت فتحة بنتي ما فيهاش حاجه؟ لا ابدا. احنا مش عايزين حزن، عايزين شغل. يسلم بقك يا استاذ سيد، اهو ده الكلام. مبروك، وعقبال ما نبارك لبعضنا يوم ما نخلص المشروع. خلاص يا برنس، المشروع وقف خالص، ما عادش شغل في ال3 مناطق. كويس لحد كده. بس الحراسه في المنطقه زادت قوي. المخبرين اللي عند سيدي مرزوق اكتر من اللي في المركز. احنا مش هنجيب المجوهرات دلوقتي، هنستنى شويه. انا بقول كده. وفي المره دي نشتغل على اننا نعطل المشروع 2-3. طب ما هو واقف. لا، حكايه العفريت هتاخد لها كام يوم وتنكشف ويرجع الشغل تاني. نكون جبنا الحاجه. عايزين فرصه طويله عشان نبقى في امان. بس هنعطل المشروع ازاي؟ المهندس لازم يمشي ويسيب البلد. بالشكل ده يقف المشروع 3-4 اشهر على الاقل. قصدك نهدده يعني؟ احنا ما نبتديش بالتهديد، نرغب الاول يمكن يوافق. ازاي؟ الظرف ده ودهوله البيت باي طريقه، وبعد كده نشوف هيجرى ايه. هو لمؤاخذه يعني في 500 جنيه، ويوم ما يمشي ويسيب البلد هيستلم في القطر 500 تانيين. ندفع 1000 جنيه عشان حاجه زي دي؟ ما ندفعش ليه؟ ما احنا لنا مجوهرات في المنطقه ب100,000 جنيه. ما نقدر نخلص من المهندس واحنا اولى بالفلوس. لو المهندس جراله حاجه دلوقتي الدنيا هتتقلب، والبوليس هيصحى اكتر ما هو صاحي. اللي تشوفه يا برنس. واللي نقدر نوصل له بالفلوس مش ضروري نستعمل له السلاح. صح يا برنس. المهم الظرف ده يوصل المهندس، هيطمع في 1000 جنيه ويسيب المشروع ويمشي. طب بس هو عرفه ان احنا عايزين ايه؟ في جواب مع الفلوس. حاضر يا برنس. مع السلامة انت.
اتأخرت ليه يا شربات؟ قلت استنى على ما تكون نزلت واجي اوضب الشقة. يعني مش عايزة تشوفيني؟ وده كلام برضو. طب ايه رأيك؟ انا قاعد مستنيكي مخصوص. حصل حاجة كفل الشر؟ لا، قلت اشوفك قبل ما انزل القهوة. ولا انت مش عايزة تشوفينا؟ عندك هدوم النهاردة تتغسل؟ بقى مش حرام والنبي الايدين الحلوة دي تتبهدل في الغسيل؟ كان سعد الله دايما يقول لي ايديكي زي الالماس. كل ما تشوفيني تقولي لي سعد الله. احنا مش مالين عينك ولا ايه؟ البركة فيك برضو. امال ايه الحكاية؟ انا مستني بس لما ربنا يفرجها عليا واقبض الفلوس. هما فين؟ الحكاية قربت، المشروع وقف خلاص. تعرف انا السبب في اللي حصل. انت اللي عاملة ايه؟ امال السبب ايه؟ وقف المشروع. رحت على سيدي مرزوق واتضرعت له كده ان المشروع ما يمشيش بقى كده. ايوه النبي، ندرت له ندر وربنا يقدرني اوفي بيه. وهو سيدي مرزوق اللي وقف المشروع؟ ايوه امال، مش هو اللي بيطلع كل ليله يكلم الفاعل لحد ما مشيوا؟ انت طيبه قوي يا شربات، بتصدقي الكلام ده برضه؟ وحياة النبي انا شفته بعيني. ده زفتاوي اللي بيعمل كده. ايه والنبي صدق زي ما بقول لك. هو اللي قالك؟ انا ما شفتوش بقالي مده. حاكم البوليس صحي حبتين اليومين دول، لكن هو ما فيش غيره. وعرفته ازاي؟ ما هو شغال في المشروع وبيبات كل ليله هناك. اهو كده الشغل ولا بلاش؟ عاجبك قوي. برضه عرف يتصرف. دور سعد الله ودور زفتاوي، نطلع احنا منها بقى. انت قصدك ايه؟ انا ابص الواحد زي زفتاوي؟ ما هو عاجبك اهو. انا قصدي الشغلانه يعني اللي عملها، انما هو لو ما فيش غيره في الدنيا ما بصلوش. جد الكلام ده؟ وحياة عينيك لو اطول اقطعه حتت. انا ساكته بس علشان مش عايزه فضايح. هو عمل لك حاجه؟ ديك النهار يقابلني عند المشروع وانا مروحه يلقح عليا بالكلام. اما قله حياه. ويا ريت على كده بس بيمسك دراعي حضرته. هو فهمني ايه؟ هي حصلت لي كده كمان؟ انا عارفه ايه اللي دخله في وسطينا. ما تشوف له حل وتخلعه وخلاص. مش وقته. يعني لما كل واحد مننا يطلع ب5,000 جنيه حلوين. اما نبقى نجيب الحاجه الاول. على كيفك. اتفضل انت بقى من غير ما ترد علشان ما تتأخرش على القهوة. حاضر، البيت بيتك، شاي قهوة اعملي اللي يعجبك. مع السلامة. مالك يا عماد؟ في ايه؟ ولا حاجة. ولا حاجة ازاي؟ وشك باين عليه. قلت لك مفيش حاجة يا سميحة، انت عايزاني اتضايق بالقوة؟ خلاص دلوقتي بقيت تخبي عليا كل حاجة. معلش يا عماد. ما هو انا كل ما اكلمك تقولي لي سيبي المشروع، احنا مالنا، نرجع مصر. طب خلاص مش هقول لك كده ابدا. ايه اللي مزعلك بقى؟ الشغل واقف خالص. النهارده طلبت المقاولين اللي الشركه متفقه معاهم، قالوا لي مفيش فايده. غريبه قوي. محدش راضي يشتغل في المشروع. حكايه سيدي مرزوق دي شاعت في المنطقه بحالها. طب وانت هتعمل ايه بس؟ في ايدك ايه؟ مش عارف يا سميحه. الناس هي اللي مش عايزه المشروع بتاعها. انت هتخاف على مصلحتهم اكتر ما يخافوا عليها. الناس غلابه يا سميحه، صدقت حكايه سيدي مرزوق. يبقى ذنبهم على جنبهم. اذا كنت انت صدقتيها افتكرتيني حموت لما جالي شويه برد. بعد الشر. انا بستغرب مين اللي ليه مصلحه في ان المشروع ده ما يمشيش. قصدك الحاجات دي كلها مقصوده؟ وده عايزه كلام. بس مين يعني اللي بيعمل كده؟ ناس مش من البلد من هنا. مش ممكن واحد يبقى من البلد هنا ويعارض مشروع زي ده. طب ما رحتش للظابط ليه؟ الظابط زود الحراسه في المنطقه علشان يمسك العفريت اللي بيطلع. طب عال قوي. النتيجه انه مبقاش يطلع. الظاهر حس بالحراسه ولا ايه ما تعرفيش. طب واحنا عايزينه يطلع ليه؟ لو كانت مسك متلبس كان العمال صدقت بسرعه ورجعت الشغل. ما هو برضه لما يقعد مده ما يطلعش الناس هتعرف انها غلطانه وترجع تشتغل في المشروع. بس الحكايه دي عايزه وقت. النهارده طول النهار بنقنع في 7 عمال ورضيوا يشتغلوا. هيعملوا ايه؟ احنا عايزين 500 واحد على الاقل. معلش شويه شويه. الوقت له تمن يا سميحه. ده البلد دفعت 1500 جنيه ولا رضيتش تستنى 4-5 اشهر علشان المشروع ينزل مناقصه تانية. بكره يخلص اهي ازمه وتفوت زي اللي قبلها. فاكر حكايه الجواب؟ ده كان لعب عيال، انما المره دي في ناس بتخطط مظبوط. مفيش حد يفهم البلد الكلام ده. اهو الاستاذ سيد والشيخ فاضل خطيب الجامع ومعظم المتعلمين دايرين ليل ونهار في القهاوي والغيطان. ان شاء الله هيجيبوا نتيجه. ما هو ده اللي مطمني. البلد صاحيه وعارفه اللي بيحصل ومصممه على المشروع. وانت كمان ما قصرتش في حاجه. نفسي قوي الترعه دي تمشي. لو بكره الصبح اروح الاقي العمال بيشتغلوا. جايز قوي. ليه لا؟ يا ريت يا سميحه. سيبها على الله وربنا يقدم اللي فيه الخير. اهو سيدي مرزوق بقاله كام ليله ما طلعش. يطلع يعمل ايه؟ زي ما كان بيطلع الاول. ما دام المشروع وقف وما عادش فحت
يطلع على اولك كده من غير لزوم؟ ولا يمكن لما شاف المباحث خاف. يا راجل اتقي الله، ما تتكلمش كده على اولياء الصالحين. اهلا وسهلا يا باشمهندس. لا مؤاخذه، جاي لك البيت في وقت مش مناسب. يا راجل ما تقولش كده، ده بيتك. اصل انا والمدام كنا بنزور الدكتور اللي ساكن تحتك. سبتها عنده وقلت اجيلك علشان محدش ياخد باله. ياخد باله من ايه؟ النهارده وصلني الظرف ده فيه 500 جنيه ومعاه الجواب اللي جوه ده. وريني كده. سيب المشروع وامشي، ودول نص الحساب والنص التاني هتاخده وانت راكب في القطر. وصلك ازاي ده؟ ولد صغير خبط على الشقه الصبح واداها للمدام. ما عرفتش مين ده؟ انا الحقيقه كنت في الشغل. المدام سالته، قال واحد اداهوله في الشارع وقال له طلعه فوق. ما سالتهوش عن اوصاف الواحد ده؟ هي لما خدت الظرف ما كانتش شاكه في حاجه ابدا. دي سابته مقفول لحد ما رجعت الظهر. انما برافو عليك انك انت ما جيتليش على المركز. ما هو واضح ان الحكايه مش سهله، عايزه احتياط. على العموم ما تخافش، برضه حاجه بسيطه. الجواب المره دي مكتوب على المكنه. يعني اللي كاتبه على مستوى، مش تلميذ زي المره اللي فاتت. اهو انا بقى عايز اوصل للي على مستوى ده. هو سيادتك دلوقتي شايف نعمل ايه؟ هتقبل الرشوه طبعا. وبعدين البلد هتعرف ان المشروع واقف ومفيش داعي لوعادك. كويس. وتربط عفشك وتشحنه على مصر. وده معقول؟ الله، انت جايب عفش كتير؟ ابدا، جايب انتريه وحاجات كده سفري بسيطه خالص. نشوف لك عربيه على انها هتوديهم مصر. والعربيه تركن بيهم بره البلد في اي حته. ما هو الحاجه لازم تترسم مظبوط. احنا دلوقتي بنواجه عصابه غير عاديه زي بعضه. وطبعا هم هيراقبوك من بعيد وهيعرفوا كل حاجه عنك. خلاص، ما دام شايف كده يبقى خلاص. وبعد ما تركب القطر انت والمدام وتسلموا على الناس ويمشي القطر كمان، هيسلموك بقيه الفلوس. ساعتها بقى هيظهر في القطر ضابط مباحث المديريه ويعمل اللازم، علشان طبعا هم عارفيني. طب دي شغلانه كبيره قوي. انما هتوصلنا للناس اللي واقفين ضد المشروع، نمنع بعد كده حاجات كتير. انا ما عنديش مانع، يهمني قوي نوصل لهم علشان اشتغل وانا مطمن. طبعا مفيش داعي يعني تتصل بيا في المركز. اذا عوزت حاجه اكتبها لي في ورقه وسيبها لي في بيت الدكتور. خلاص اتفقنا. واذا حصل اي تغيير من ناحيتي هتصل بيك انا بالطريقه المناسبه. انا متشكر قوي. انا اللي متشكر يا باشمهندس، انست وشرفت. من حق. والنبي تاكد على المدام انها ما تجيبش سيره لحد. يعني انتوا مسافرين بصحيح؟ طبعا. مع السلامه يا فندم. الله يسلمك. اهو الباشمهندس مسافر وسايب البلد. هيعمل ايه؟ ما هو قعد مده ملقاش فايده. ولما هو ناوي يسافر ايه اللي خلاه لم فلوس يا عالم؟ دول 1500 جنيه. هو يعني خدهم في جيبه؟ مش يتسلموا للشركه؟ اهلا وسهلا. طب واحنا خدنا ايه؟ اهو المشروع وقف، لا طن سما ولا ارض. وهو ذنبه ايه؟ يعني كان هيفحت الترعه بدراعه؟ يعني لما كان يستنى اسبوع كمان ولا 2 الدنيا كان هيجرالها ايه؟ هتخرب؟ مش عليه اوامر يا بني ادم، هو بكيفه. طب والله العظيم يا شيخ دي عينيه كانت بتدمع وهو بيسلم على الناس النهارده. عينيه بتدمع؟ امال احنا نعمل ايه؟ ربنا يتولانا برحمته. مساء الخير يا زفتاوي. ست شربات، يا اهلا وسهلا. ايه اللي مقعدك هنا؟ ما انا شغال في المشروع، العمال سابته كلها، انما انا بقى يعني ما يصحش. يعني ما بتخافش من سيدي مرزوق؟ ما هو لازم ابقى جنب الحاجه وعيني عليها. الله، وانت ايه اللي جابك من هنا؟ مروحه بيتنا. طب ما طلعتيش عدل في السكه الدغري ليه؟ ايه اللي خلاك تلف من هنا كده؟ مش عاوز تشوفني؟ حقك عليا. ان كان عليا انا عايز اشوفك كل يوم، انما انت بقى اللي كرهانه. اخص عليك يا زفتاوي، والنبي ما تقول كده. نعمل ايه بقى؟ ناس لها بخت وناس ملهاش. قصدك ايه؟ ما تتكلم. الكلام ملوش لزوم. والنبي لا انت قايل. بركه في ابو حلقه، احنا هنروح فين؟ والله عال هي حصلت لابو حلقه كمان،
ولا علشان ما انا مرميه معاكوا هنا؟ ده انا برضو بنت اصول. امال يعني رايحه جايه عليه في القهوه وفي البيت؟ طب وحياة النبي انا كنت عايزه اروح لك البيت اشوف طلباتك انت كمان. يا اهلا وسهلا. بس غصب عني، العين بصيره والايد قصيره. الله بقى، وش معنى ابو حلقه؟ هقول لك ايه بس، فضنا من الحكايات دي. ليه بقى؟ مش عايزاكوا تقعوا مع بعض وابقى انا السبب. ايه الحكايه؟ ما تفهمينا. معلش يا زفتاوي، بلاش اروح لك البيت، ان كان ولا بد اشوف لك واحده بمعرفتي تشوف لوازمك. وانت ما تجيش ليه يا شربات؟ اشمعنى انا؟ والنبي ما تسبب لي الاذيه، حد كده ولا كده يقول لابو حلقه. وابو حلقه ماله؟ هو له عندك ايه؟ يوه يا خبتك يا شربات، هو انت ما تعرفيش تخبي حاجه؟